العنوان ده مش للفت الانتباه، اللي هقولك عليه النهارده ممكن فعلا يوفر عليك 6 سنين من عمرك. تعرف ان متوسط استخدام الناس للموبايل هو 4 ساعات في اليوم؟ ده المتوسط. في ناس بتقعد اكتر من كده 6 7 8 ساعات في اليوم، وممكن انت تكون واحد منهم. 4 ساعات في اليوم في 365 يوم في 60 سنه، يعني 87 الف ساعه بالظبط. 10 سنين من الوقت الضايع في اللاشيء. خليتهم 6 سنين عشان نبقى واقعيين شويه، لانك اكيد مش بتمسك الموبايل كل يوم ولا في كل فترات عمرك. المهم ان السنين دي ضايعه في السكرولينج والريلز والتقليب على السوشيال ميديا بدون اي استفاده، والمشكله بدون حتى اي متعه حقيقيه. بس النهارده هقول لك ازاي هنقدر مع بعض نحل المشكله دي. السلام عليكم، انا دكتور مصطفى وائل. واول خطوه عشان تقلل استخدامك للموبايل هي انك تخلي الموبايل ممل. اهم سبب بيخليك تمسك الموبايل وتسيب اللي وراك هي ان الموبايل مسلي اكتر، في اكشن وجديد والوان وحاجات بتتغير بسرعه. لو قدرنا نقلل ده هنخلي الموبايل اكثر مللا، وبالتالي مش هتمسكه كتير. وده عموما نقدر نوصل له بثلاث طرق. الطريقه الاولى هي انك تمسح كل التطبيقات اللي عليها تايم لاين، فيسبوك، تويتر، تيك توك، انستجرام، او حتى يوتيوب لو بتضيع عليه وقت طويل. الابلكيشنز اللي مش بتفتحها عشان تشوف محتوى معين، لا، بتسيب الابلكيشن نفسه هو اللي يحدد لك هتشوف ايه. بتسيبه ياخدك في دوامه من المحتوى اللي انت ممكن ما تكونش عايز تشوفه اصلا، بس هو بيعرف يختار باتقان ويعرف ايه اللي هيخليك تلزق في الموبايل. انا مش بقول لك توقف استخدام السوشيال ميديا تماما، انا بقول لك لما تستخدمها يبقى عشان غرض بعينه. يعني ممكن تستخدم فيسبوك عادي وتنزل صور وتنزل بوستس وتتابع ناس مختلفه، مفيش مشكله، بس تعمل ده بانك تفتح صفحات الناس دي بشكل مباشر. يعني لو قلنا مثلا انك شايف الفيسبوك ده ابلكيشن ظريف عشان بتتابع بيه مصطفى وائل وفلان وعلان، اعمل بوك مارك او احتفظ باللينك بتاع مصطفى وائل، ولما تحب تدخل عنده ادخل على اللينك على طول من غير ما تجيبه من السيرش. نفس الشيء مع انستجرام او تيك توك او اي ابلكيشن فيه تايم لاين ممكن يسحبك ويشدك ويخليك تضيع ساعات من وقتك. لو شايف ان ده صعب عليك ومش هتقدر تمسح التطبيقات دي، يبقى على الاقل حط تايمر لكل واحد منهم، يعني ربع ساعه الفيسبوك، ربع ساعه الانستجرام، 10 دقائق لتيك توك. بكده تقدر تضمن انك تشوف النوتيفيكيشنز والبوستات اللي عايز تشوفها بس من غير ما تضيع وقت زياده. الطريقه الثانيه هي انك تمسح كل الالعاب. انا عارف ان في العاب انت بتحبها على الموبايل، وفي العاب انت فاكر انها بتشغل عقلك او بتزود ذكائك او بتحسن ذاكرتك، وفي العاب بتلعبها وانت في المواصلات عشان تسليك زي صابواي وغيره. بس للاسف وجود الحاجات دي على موبايلك بيخليه دايما يقوم بدور الملاذ الامن، بيخليك كل ما تمل او تزهق من اللي بتعمله ايدك بتجري تلقائي على الموبايل، لدرجه انها بقت حركه اوتوماتيك عند ناس كتير بيعملوها من غير ما ياخدوا بالهم. عشان كده الاحسن انك تمسح العاب الموبايل، ولو عايز تلعب شوف حاجه تانية في العالم الواقعي، لعبه رياضيه مثلا او لعبه الكترونيه زي البلاي ستيشن، بس تلعبها بشكل اجتماعي، يعني تلعبها مع صحابك مش لوحدك. الطريقه الثالثه وهي ان التطبيقات اللي ما مسحتهاش، سواء عشان خاطر ليها احتياج حقيقي عندك او عشان مش قادر تمسحها، التطبيقات دي ما ينفعش يبقى ليها شورت كات في الصفحه الرئيسيه. ما ينفعش اول ما تفتح الموبايل تلاقي واتساب وانستجرام وتيك توك وفيسبوك قدامك بيقولوا لك تعالى شوف ايه الجديد. صباعك بشكل تلقائي هيروح على واحد فيهم، حتى لو انت اصلا ماسك الموبايل عشان ترن على واحد صاحبك. الهوم بيج يبقى فيها الكونتاكت والاتصال والكاميرا، وممكن التطبيقات المفيده زي انكي لو بتستخدمه. كل ما كان الوصول للتطبيق اسهل كل ما زادت فرصه انك تفتحه، سواء كان تطبيق مفيد او مضر. قلل الضرر على قد ما تقدر بانك تمسح الاختصارات من الهوم بيج بتاعه موبايلك. الطريقه الرابعه دمها تقيل شويه، وهي انك تخلي موبايلك ابيض واسود، يعني تدخل على السيتنجز على موبايلك وتقفل الالوان او تشغل الجراي سكيل، فتبقى كل الوان الموبايل في درجات الاسود والابيض والرمادي. الالوان ممتعه ومسليه وبتشدك وبتخليك عايز تبص عليها طول الوقت، والا ما كانتش شركات افلام كتير بقت تلون افلامها القديمه عشان يبقى ليها جمهور اكبر. نفس الفيلم ونفس الممثلين والاحداث والمشاهد، الفرق ان النسخه القديمه كانت ابيض واسود والنسخه الجديده بقت الوان. تغيير بسيط زي ده ممكن يخلي قطاع اكبر من الجمهور يستسيغ الفيلم ويحب يتفرج عليه. هنحاول نستفيد من النقطه دي باننا نخلي الموبايل ممل شويه او اقل اثاره للاهتمام، عن طريق اننا نلغي الالوان ونخليه ابيض واسود. وبكده انت هتركز فعلا في المحتوى اللي بتتفرج عليه، مش في الديكور او الالوان او الاضاءه. تاني خطوه هتبقى صعبه على ناس كتير، وهي انك تقفل الاشعارات او النوتيفيكيشنز لكل التطبيقات الخاصه بالشات او الرسائل، ماسنجر، واتساب، تليجرام، فايبر، ايا كان اللي بتستخدمه. انت مش عايز الابلكيشن ده يبعت لك رساله في وقت عشوائي ويشتتك عن المذاكره او الشغل او الحاجه اللي بتعملها. للاسف الاشعارات من اكتر الاسباب اللي بتخليك تضيع وقت على الموبايل. بتبقى سايب النت مفتوح عشان بتتفرج على فيديو او فاتح ابلكيشن او بتعمل حاجه في الشغل او محتاج النت بشكل عام، وتلاقي جالك نوتيفيكيشن جات لك رساله من فلان، فتقول ايه المشكله؟ ما ارد عليه في دقيقه، والدقيقه تجيب 10 دقائق، وبعد ما تخلص كلام تلاقي ايدك تلقائي بتفتح ابلكيشن تاني تقعد فيه نص ساعه
ساعه ومن غير ما تحس نوتيفيكيشن صغير خلاك تمسك الموبايل وتضيع وقتك ساعه او اكتر. الحل سهل، الغي النوتيفيكيشنز بتاعه التطبيقات دي. لو في حاجه مهمه صاحبها هيرن ومش هيكتفي بالرساله، مفيش حد بيبعت حاجه مهمه او عاجله على واتساب. خلي ليك وقت في اليوم تمر على التطبيقات دي، تشوف لو في حاجه اتبعتت لك او جديد محتاج تعرفه وخلاص. باقي اليوم مفيش اي نوتيفيكيشن ينفع يرن على موبايلك. ثالث خطوه فرقت قوي معايا شخصيا، وهي انك تخلي الموبايل بعيد عن عينك او مش سهل الوصول ليه. مش لازم تخليه في بيت تاني، بس ما ينفعش تحطه على المكتب جنبك وانت قاعد تذاكر. اتعود دايما انك تسيب الموبايل في الصاله او تخلي ليه مكان تاني بره الاوضه بتاعتك، مش بعيد قوي بحيث تسمعه لو رن، بما ان المكالمات احيانا بتكون ضروريه بس في نفس الوقت مش في نفس الاوضه اللي انت فيها. الخطوه دي مش بس وانت بتذاكر او بتشتغل، لا حتى وانت نايم. ما تسيبش الموبايل يشحن جوه اوضتك وما تخليهوش جنبك على الكومودينو. لو مسكت الموبايل على السرير سواء اول ما تصحى او قبل ما تنام هتضيع وقت كبير جدا كان ممكن توفره بسهوله بالخطوه الصغيره دي. الخطوه الرابعه والاخيره هي ان لو عندك اي جهاز الكتروني تاني في البيت غير الموبايل، يعني تابلت او كمبيوتر او لابتوب، حاول تديله جزء من الحب في حياتك. حاول تخلي مذاكرتك وشغلك وتخزين صورك وكل الكلام ده على الكمبيوتر مش على الموبايل. كل ما قللت احتياجك لاستخدام الموبايل كل ما فرص انك تضعف وتضيع وقت عليه بتقل. فلو عندك جروب الدفعه على تليجرام، نزل تليجرام على اللابتوب او الكمبيوتر وتابع الجروب من هناك. لو بتحتاج تتفرج على دروسك على يوتيوب، اتفرج على الكمبيوتر مش على الموبايل. حاول على قد ما تقدر تقلل استخدام هذا الصغير اللعين في يومك، لانك مش هتقدر تفك الارتباط العصبي بتاع انا ماسك الموبايل في ايدي يبقى افتح سوشيال ميديا الا بعد فتره طويله شويه. ادي لمخك فرصه يتعافى من سنين استخدام السمارت فون فيما لا يفيد. مش عارف الفيديو كده وصل ل6 دقايق ولا لا، بس انا مش هحشي اي حاجه وخلاص عشان عنوان الفيديو يبقى اروش. دي كانت النصايح اللي عندي النهارده واتمنى انك فعلا تطبقها. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي رايك تحت في الكومنتات. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.